هنالك بعض القضايا تدخلت فيها فرنسا في الأمور السياسية وفي الأمور الاقتصادية وخضع النظام وسكت. قانون تجريم الاستعمار ولا لا؟ قالوا نجرموا الاستعمار ولا لا؟ فرنسا ولازم تدوز على المحاكم. أنا كتبت مقالة في هذا الباب وقلت نعم، هذا اللي داروا قانون نحن معاه مهما كان الأمر، ما دام يجرموا فرنسا ويطالبوا بالتعويض وبكذا نعم، ولكن يزيدوا نجرموا الناس اللي نحاوا الانتخابات أيضا وعذبوا الناس أيضا. هذو حتى عذبوا أيضا كيفاه؟ أنت تعذب فرنسا عدو، من مات مات شهيدا ومن عاش سعيدا، والمعطوب اللي في الحرب عنده شرف عند الله عز وجل يقول هذه قطعتها لفرنسا. لكن انتم لما وليتوا تحكموا واش عملتوا كيما دارت فرنسا ولا أكثر من فرنسا. فرنسا عذبت بالتريسيتي، انتم عذبتوا بالتريسيتي. فرنسا دارت التجارب النووية في الصحراء، انتم اديتوا اولاد الشباب المسلمين الجزائريين وحطيتوهم في نفس المكان اللي حطتهم فرنسا. حبيتوا تقتلوهم ولا لا؟ على ما كانوش عارفين باللي رجال وواد الناموس والمكان الفلاني فيه الإشعاع. علاش ديتوا 17,000 جزائري من خيرة شباب الجزائر؟ لأنهم نجحوا في الانتخابات. ما كانش الإرهاب في الجزائر، النظام هو اللي دار الإرهاب. النظام هو اللي دار الإرهاب، كانت لا بأس بها الجزائر الحمد لله. ولكن بالطبع لما تقتل الشعب وتعذب وتدي الناس وتنتهك الحرمات وتدخل على بيوت الناس، أي الناس سبحان الله يدافعوا عن أنفسهم أمام سلطة جائرة خارجة على القانون نتاع الأرض ونتاع السماء. ما تعقدوناش والله، ما ينجموا يعقدونا بإذن الله عز وجل. والله ما تنجموا تعقدونا. قال انتم قتلتوا وعملتوا ودرتوا وعملتوا، انتم القتالين وانتم الذباحين وانتم اللي درتوا الفتنة هذه في البلاد، وانتم اللي لازم تديروا تطفيوها. شي انت صار ضربني وشكا وسبقني وبكى. اذا البارحة لما يتكلم وزير الداخلية ويقول باللي المدير العام للأمن قبل باش يتولى هذا الأمر في الظل الناس هربوا. نعم كاين اللي هربوا، كاين اللي يعطاهم مثلا، كاين اللي طلبوه باش يكون رئيس وما قبلش، راحوا لبعض الشخصيات السياسية وقال لهم نعرضكم رؤساء ولم يقبلوا، قبلها مضيف وخلص. صح ولا لا؟ وكاين ناس في الأمن ما قبلوش، وكاين اللي خرجوا، وكاين في الدرك، وكاين في الجيش، وكاين اللي راهم في الحبس لحد الآن. علاه؟ قال لك لا، الشعب اختار، احنا نحترم اختيار تاع الشعب. إذا اللي قبل المسؤولية في هذاك الوقت هو اللي كان مع عدم الشرعية، اللي قبل المسؤولية في ذلك الوقت لأنه قبل الظلم ويخدم مع الظالمين. سبحان الله، تنحي حقوق الناس ومن بعد تجيب ناس واحد اخرين كانوا متقاعدين. وش على متقاعد؟ بمعنى خلاص هذا انتهى ما عندوش يمد. واحد متقاعد كان وش بقى؟ تجيب انت المتقاعد. نعم هناك اناس فعلا طلبت منهم معطاهم مناصب وما قبلوش، وهذا لا بد ان نقول بارك الله فيهم واحسن الله، لانهم لم يقبلوا الظلم وان يشاركوا في الظلم وان يشاركوا في اغتصاب الاراده الشعبيه. نعم اما اللي يقبل فما تجيش تقول انت الجزائر كانت لا باس بها، ما كان لا ارهاب، ما كان لا سيف، ما كان الناس تمشي من الجزائر حتى القسنطينه حتى الاخر والناس في عافيه ولا لا؟ البراجات الان البراجات شفتوهم امبارح يقول لك رانا لا باس بنا، راه البراجات يعني واش من الجزائر رانا نتنفسوا من عين البرة. يجي محافظه تاع شرطه تدي لك نص الطريق. انتم راكم تحافظوا على امن الامه ولا امنكم انتم؟ امن الشعب ولا امن السلطه؟ اذا لا بد علينا ان ندرك مثل هذه القضايا وان نعرف مثل هذه الحقائق. ولذلك اقول لاخواني ينبغي علينا نحن معشر المسلمين والدعاة الى الله، اصبح كل واحد ينادي بحقه. العلمانيين من يناديوا لهم ذلك واللايكيين كذا. وعلى لماذا المسلمين تمنعوهم من حقهم؟ لماذا تمنعوهم من إبداء رأيهم السياسي في الأحداث اللي موجودة؟ كيف يرحم والديك وزير نتاع السلطات
وزير انت يقول باللي انا ما نستقيش. فضيحة. على بالكم باللي حوالي الآن 12,000 في الصحراء مهددين بالطرد، مهددين من اللي يخدموا في البترول وفي الآخرين. الآن الصحراء قريب تروح علينا، أصبحت ليهم. الآن عندنا شركات أمنية. الكلاب عندهم شركات، الكلاب فيها كلابهم يأكلوا خير من اللي يأكلوا الشعب. وكي نتكلموا كلام كيما هذا يقول لك انت راك درت اساءه للمسجد. واش من اساءه للمسجد؟ وراك قلت كذا وراك قلت كذا وراك قلت كذا. اي معليش يا سيدي، اهلا وسهلا ومرحبا في سبيل الله، ما احلى المنون. سبحان الله العلي العظيم. يعني لماذا نسكت على ظلم؟ هذا حقنا في بلادنا. من حق هذا الشباب ومن حق هذا الكبار ومن حق النساء ومن حق الرجال ومن حق كل واحد يدي حقه في البلاد. البترول تاع الشعب، ماشي تاع الوزير تاع بوتفليقه ولا تاع شكيب خليل. بترول تاع الشعب. والمفروض وكان جيت انا رئيس تاع دوله يعني في الحقيقه كل واحد نعطيه في الشهر حقه في البترول. هاي شهريه تروح لك للدار اديتوا اموال تاعنا. وراي اموال تاعنا في الخزائن تاع الجزائر ولا في امريكا راهي تدي وتسلح وتدير مشاريع وتقتل خوتنا في الان. الجزائر اللي كانت تقول ندافعوا على فلسطين وراه الصوت نتاع الجزائر. قولوا لي يرحم والديكم. الجزائر كل يوم في الاخبار الصحراء الغربيه. واش بيكم على الصحراء الغربيه هذه؟ وافغانستان ما وش خاوتكم يا اخي؟ راكم تقولوا باللي نحن مع القضايا العادله في ماذا؟ في العالم. الجزائر تقول باللي وين تكون قضيه عادله بغض النظر احنا معاها. طيب هم الان امريكا وبعض الدول الانظمه تقول باللي هذه ايران لازم ندمروها. هاي وراي الكلمه تاعكم. فرنسا نفس الشيء، تتدخل في الاقتصاد الجزائري وتتدخل في القرار السياسي الجزائري. وقال لهم كوشنر قال لهم اسمع القانون هذاك تاع تجريم الاستعمار ما يمشيش. شفتوا جبهة التحرير قالوا هذاك النائب اللي من جبهة التحرير قالوا ماشي هذا الامر ما جاش من جبهة التحرير، جاء من هذاك النائب. قولوا البارح شفتوا الزياري واش يتكلم؟ زياري زيرته فرنسا. كان عامه زياري زيرته فرنسا قال لهم لا ممكن كذا ولازم نبدلوه، يعني نديروا تلعبوا بالشعب. والله العلي العظيم غير فرنسا ستجرم إذا لم تجرم في عصر هؤلاء الأنذال، ستجرم في ظل إن شاء الله الرجال بإذن الله. وكان يكون 50 قرن 100 قرن أولادنا وأولاد أولادنا، وسنغذي هذا لأولادنا وأحفادنا أن فرنسا لا بد أن تدفع الثمن. وأيضا أذناب فرنسا هذو اللي ضربوا وعذبوا ودخلوا البلاد في فتنة كبيرة ويسموها هذو أيضا لا بد يوم من الأيام أنهم يعتذروا للشعب باللي نحاوا حق الشعب، وهم اللي تسبوا في الشرارة الأولى في هذه الدماء وفي هذه الأشياء. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.